قبل ما نروح على الغرف تعالوا اوريكم الممر بقى. الممر هنا بالنسبه لي عامل زي حرف الزد كده، يعني الممر ده في ممر كده اللي بيدخلني من باب الشقه، وبعد كده في ممر تاني اللي بيدخلني على الغرف. استغلينا المساحه دي هنا كانت واسعه، والجزء ده كان جاي بشطله كده 45، فقدرنا ان احنا نعمل هنا الجزء بتاع الستور بتاع الشوز او الجزامه اللي محطوطه في الجزء ده بالسيت الصغيره دي، على اساس اللي هيقعد هنا يقلع الشوز او يغير الشوز بتاعه. وعملنا كمان هنا الشطله دي استغليناها ان احنا نعمل مرايه كبيره، تمام، على اساس اللي واقف يقدر ان هو يظبط لبسه في الجزئيه دي. ودي اللي كانت في مدخل باب الشقه على طول، تمام. عندي اول حاجه بتقابلني هنا كمان الحمام بتاع الجست. عندي هنا احنا عملنا الباب منطبق على اساس ان انا لو عايز اطبقه او اعمله ما ياخدش مساحه معايا في الفتح والقفل. معمول بشكل بسيط جدا زي ما احنا شايفين، يا دوبك في الحوض باليونت بتاعه الحوض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وعندي الجزء بتاع التويلت مش مكترين فيه في التفاصيل، عاملين حاجه بسيطه وسيمبل على قد المساحه اللي موجوده، ومدياني كمان وسع اكبر في اختيار الالوان الفاتحه من البورسلين مع الرخام مع لون الحوض مع التويلت. وهنا خلينا الباب يفتح لبره عشان لو فتح لجوه طبعا هيجي هنا في الحوض فالشكل مش هيبقى كويس، فخلينا يعني الباب بتاعه بيفتح على بره. عندنا اول غرفه هنا، غرفه الولد هنا دي جميله جدا، يعني عجباني جدا، من احسن الغرف اللي ممكن اكون صممتها لولد. غرف البنات دايما بتبقى مميزه بالوانها بتفاصيلها بالافكار اللي بتتعمل فيها، لكن غرفه الولد بتبقى مظلومه. فهنا احنا ميزنا غرفه الولد بقى، قدرنا ان احنا نعمل له قاعده في الغرفه بتاعته، ممكن ان هو يقعد يتشات عليها او لو عايز يقعد مثلا يعمل اي حاجه. السرير بتاعه موجود بالالوان اللي هو حاببها بالكومود. عملنا هنا تسريحه بمرايه طويله ممكن هو يلبس فيها. عملنا هنا جزء ممكن ان هو يبقى للجيمنج، يحط البلاي ستيشن بتاعه او الاعداد بتاعته مع الشاشه. وعملنا الجزء بتاع الدولاب، طبعا دي مساحه موجوده هنا، والضرفه دي لما بتتفتح مش بتخبط في الشاشه، عشان عندي احنا عاملين بروز الشاشه يعني بروز الكاميرا اكتر من بروز الشاشه، فاحنا معتمدين ان الضرفه لما بتفتح كده كده بتصد هنا فمفتوحه على اخرها، وفي نفس الوقت ما بتعترضش الجزء بتاع الشاشه. وطبعا اخترنا درجات الالوان، السجاده مع المفرش بتاع السرير مع ستاير تبقى متناسقه وماشيه مع الالوان بتاعه الحوائط، عشان في الاخر نوصل للمود اللي احنا شايفينه ده بالتفاصيل اللي احنا شايفينها دي. وكل حاجه طبعا بتكون بالتنسيق مع العميل. عايز افكركم برضو ان احنا هنا ما كسرناش الارضيات كمان بتاعه الغرف، يعني احنا لما عدلنا في الريسبشن كسرنا البورسلين بتاع الريسبشن او السيراميك وعملنا مكانه بورسلين مع الحمامين والمطبخ، لكن الغرف احتفظنا بالسيراميك بتاعها على اساس ان هو يكون بيوفر كوست على العميل، فما يضطرش ان هو يحط كوست اضافي او تكاليف اضافيه على المشروع. فاعتمدنا ان احنا الحاجه اللي نقدر نحافظ عليها نحافظ عليها وما نكلفش العميل فلوس كتير. وتعالوا بقى اوريكم الاوضه الثانيه.